أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الكشف المبكر للسرطان. الحقيقة إن إحنا كلنا في دايرتنا نعرف ناس كتير جدا جدا لا يمكن أبدا إنها تقبل إنها تحاول تعمل أي فحص للسرطان مادام مش بتشتكي من حاجة. والناس دي بتقول يعني ليه أفتح على نفسي حاجة زي كده وأنا مش بشتكي من حاجة. وفي نفس الوقت برضو أنا أعرف ناس في دايرتي عندهم زي هوس وقلقانين جدا وبيروحوا يعملوا تحاليل حتى بدون استشارة طبيب عشان يعرفوا إذا كان ممكن لا قدر الله يكون عندهم أي أعراض أو أي حاجة ليها علاقة بالسرطان. فإحنا حابين إن إحنا نناقش الموضوع النهاردة إن شاء الله بالتفصيل، ونعرف إمتى بنكون بنفتح على نفسنا حاجة ملهاش لازمة، وإمتى بيكون فعلا مبرر إن إحنا نعمل حاجة زي كده. رضوى، مش انتي تتفقي معايا في الموضوع ده ان في ناس آرائها يعني متباينة جدا في حاجة زي كده؟ اه طبعا هو بيتهيألي الطرفين الاتنين مش صح. يعني انا دايما من مشجعي الاعتدال، ان احنا لا نبقى عندنا هوس كبير بكل تفصيلة في جسمنا بتحصل على طول نروح لدكتور، وفي نفس الوقت الناحية التانية ان احنا ما نهملش في صحتنا وجسمنا والاجراءات الوقاية اللي العلم والطب تطور عشان يوصلوا لها دلوقتي. فنبدأ يعني إيه كشف مبكر عن السرطان، وهو السرطان بيشتغل إزاي علشان يعني نقدر نكشف عنه. الكشف المبكر عن السرطان هي مجموعة من الإجراءات أو التحاليل اللي بتتعمل بصفة دورية، سواء مثلا مرة في السنة، مرة كل 5 سنين، علشان نعمل كشف مبدئي لوجود سرطان. طبعا احنا لما بنقول كشف مبدئي معناها ان هو بيبقى دليل لازم. لو لقينا ان النتيجة بتاعت الاختبار إيجابية، نعمل بقى اختبارات تانية علشان نتأكد من النتيجة الأولانية، ونشوف بقى ازاي ممكن ايه الخطوات اللي بعد كده اللي ممكن تشتغل. طيب، هو إن الحاجة الناس كتير خايفة منها إن هي كده تكون بتفتح على نفسها حاجة ملهاش لازمة. فالنقطة دي احنا حابين نتناقش فيها. يعني السؤال هو ما دام أنا ما عنديش أي أعراض، إيه اللي يخليني أروح لدكتور؟ فبالتالي النقطة دي هي أكتر نقطة احنا محتاجين نوضحها. والسرطان بيشتغل إزاي؟ رضوى، أنت ما شاء الله بتشتغلي أصلا دلوقتي في أبحاث السرطان، وبتشتغلي في دراسة الخلل الجيني اللي ممكن يكون موجود في أنواع مختلفة من السرطان، بهدف إن احنا نقدر نستهدف الخلل الجيني ده. فممكن توضحي لنا السرطان بيشتغل ازاي، وايه اللي يخلينا نروح نكشف قبل ما يكون في اي اعراض؟ هو أكيد السرطان كلمة بتضم تحتها أنواع سرطانات مختلفة كتيرة، فهو مش مرض واحد، هو أمراض كتيرة مختلفة على حسب العضو اللي موجود فيه الخلل، وعلى حسب نوع الخلل اللي موجود في العضو دوت. بس بصفة عامة هو السرطان بيتسبب نتيجة إن الخلايا بتنقسم بدون كنترول، من غير ما يبقى فيه سيطرة عليها. المفروض انقسام الخلية بتاعنا شبه قوي العربية وهي ماشية في الطريق. المفروض لو دوسنا بنزين، لو شجعنا الخلية ان هي تنقسم لان مثلا محتاجين نكبر العضو، او حصل خلل ومحتاجين ان احنا نصلح الخلايا اللي حصل فيها الخلل دوت. او الناحيه التانيه ان يبقى في فرامل العربيه وهي ماشيه، عايزين نفرملها نوقفها، ان خلاص احنا دلوقتي مش محتاجين ان الخلايا تنقسم فمحتاجين نوقف. السرطان بقى بيبقى عندنا حاجة من اتنين، أو ساعات الاتنين مع بعض. يا إما البنزين دايسين عليه عمال الخلية تنقسم تنقسم تنقسم، مفيش سيطرة، أو مفيش فرامل مش عارفين نوقف الانقسام دوت، أو الاتنين مع بعض دايسين على البنزين والفرامل سايبة. وطبعا رضوى عملت الدكتوراه بتاعتها في تخصص الأورام الثدي وأورام عنق الرحم. ممكن تقول لنا كده التشبيه دوت ماشي مع انواع السرطانات دي، ولا بتحبي توضحيها بطريقه تانية؟ بالظبط، انا اعتقد التشبيه بتاع العربيه والفرامل والبنزين هو تشبيه عالمي. معظم العلماء اللي بيشتغلوا في السرطان بيستخدموه عشان يوضح للناس يعني فكره انه الحاجه تمشي بدون اي سيطره وبدون اي فرمال عليها. فهو فعلا تشبيه دقيق جدا يعني. طيب، احنا هنيجي للنقطه بتاعه الارقام. يعني دايما بنيجي نتكلم على الكشف المبكر للسرطان بنستخدم ارقام، بنقول مثلا حاجه زي انه الكشف المبكر عن سرطان القولون ممكن يحسن من يعني فرصة إن الواحد يعني يعيش بعد 5 سنين من إن هو يعرف إن هو عنده سرطان قولون. يعني مثلا الناس اللي هي اكتشفوا المرض عندها بدري
91% منهم بيعيشوا، والناس اللي بيكتشفوا عندهم متأخر 11% بس منهم بيعيشوا بعد 5 سنين. فالفكرة إن الأرقام دي لما العلماء بيستخدموهم، إحنا في ثقافتنا في مصر وفي الدول العربية لما بنسمع الكلام ده دايما أول حاجة بسمعها من الناس: إيه يا بنتي، ده الأعمار بيد الله، يعني إيه الأرقام دي معناها إيه؟ هل في حد هيغير في عمر حد؟ وكل واحد عمره مكتوب عند ربنا. فإحنا حابين نناقش النقطة دي. ممكن يا رضوى يعني تقول لنا، هل فعلا العلماء لما بيقولوا الأرقام دي، هل هم يعني بيتخيلوا إن هم مثلا هيتدخلوا في القدر أو هيغيروا عمر حد؟ لا لا اطلاقا. انا فعلا النقطه دي بحس ان هي بنسمعها كتير بالذات في تخصص الاورام. ساعات بتساءل، طب احنا ليه ما بنفكرش بنفس الطريقه في الامراض التانية؟ يعني مثلا لو حد عنده سكر واكتشف ان عنده سكر، وبنقول للشخص دوت ياخد انسولين او ياخد ادويه تخفض السكر في الدم، اشمعنى هنا مش بنقول ده احنا كده بنتدخل في الاعمار والاعمار بيد الله؟ ما احنا اهو بندي علاج بيقدر يساعد الشخص ان هو يسيطر على مرض، لو ما تسيطرش عليه ممكن لا قدر الله يؤدي للوفاة. فساعات ببقى مش فاهمة اشمعنى بالذات السرطان اللي يعني الدايلاما دي والنقاش ده بيبقى موجود. تفتكري ليه؟ هو أعتقد إنه ممكن بسبب الناس عندها فكرة إن السرطان ده يعني يعتبر حكم بالإعدام، إنه أي حد يعني لا قدر الله يعني اتشخص بالمرض ده، يبقى معنى كده إنه خلاص الشخص ده يعني أكيد هيتوفى قريب. ودي فكرة غلط. يعني إحنا الحمد لله العلم تقدم، وإحنا دلوقتي عارفين إن مش كل أنواع السرطانات زي بعض. في أنواع الحمد لله يعني الناس بعد ما بيجيلها وتتشخص بتتعالج كويس جدا، ومعظم الناس بتعيش وتعيش كويس جدا بعد كده. وفي أنواع تانية يعني لسه ما وصلناش لنفس التقدم في العلاج بتاعها. فالناس دايما رابطة في دماغها ان هي مش عايزة اصلا تعرف عنه حاجة، فبالتالي هي مش عايزة انها تحاول انها تروح تكشف مثلا او حاجة زي كده. واعتقد المشكلة التانية انه طبيعة السرطان زي ما كنا بنشرح في الاول، ان هو للأسف هو المرض كده لما يعني بيبدأ يعمل اعراض للأسف بيكون أصلا اتأخر. يعني هو ليه اسمه سرطان، ليه اسمه مرض خبيث، أو ليه هو، لأن هو يعتبر زي خبيث أو متسلل كده. هو بيبدأ يكبر وتبدأ الخلايا عمالة تنقسم عمالة على بطال، والإنسان مش حاسس، مفيش أي أعراض. فهو عامل زي الحرامي الخبيث اللي دخل ومحدش، يعني هو تسلل كده محدش عارف هو بيعمل إيه. أول ما يبدأ بقى يبقى فيه أعراض ويبدأ يظهر مشكلة عند الشخص ده، بيكون للأسف يعني المرحلة تقدمت وبيكون أخر الوقت بتاع العلاج. فهي دي المشكلة، إن هو إحنا عشان نقدر نلحق المرض بدري لازم نيجي في الوقت اللي هو لسه ما فيش أعراض. فالناس مش مقتنعة، تقول طب أنا ما بشتكيش من حاجة ليه أروح أكشف عن نفسي؟ ما هو للأسف هو طبيعة المرض كده، إحنا مش هتقدر إنك تكتشفه بدري وتعالجه كويس غير يعني في أحوال كتير. ده لما بيكون اكتشفناه بدري، يعني كل ما نكتشفه بدري كل ما بيكون الفرص بتاعت كل حاجة بقى بعد كده أحسن. حتى فكرة إن الناس خايفة مثلا إنها يعني لا قدر الله تتبهدل في العلاج أو حاجة زي كده، كل ده ممكن ما يحصلش بسبب إن إحنا اكتشفناه بدري. يعني اكتشف بدري وخلاص اتشال ومش محتاجين بقى علاج، ومش محتاجين كل الحاجات التانية اللي ممكن تعمل مشكلة. عشان كده أعتقد إن الفكرة جاية من الناس مش عايزة تتقبل إنها تروح تدور على حاجة بدون أعراض. ودي حاجة مرتبطة أكتر بالسرطان أكتر مرض من أي مرض تاني. يعني معظم الأمراض التانية بيكون فعلا في أعراض ظاهرة، لكن في السرطان هو كده طبيعته إن لازم ما يكونش في أعراض، أو في المرحلة اللي هي لسه ما فيهاش أعراض هي اللي نكتشف فيها، يعني عشان نحسن الفرص بتاعة المخرجات بتاعة المرض، أو المريض بعد كده هيبقى عامل إزاي. خصوصا ان يعني لو حد كشف بدري وقدرنا نتدخل بدري ممكن يحصل شفاء تام. يمكن لو اتأخرنا ما نقدرش نوصل للمرحلة ديت إن يبقى فيه شفاء تام، لأن المرض للأسف هو في الأول ممكن يبدأ في عضو واحد، بس بعد شوية الخلايا السرطانية اللي ابتدت في العضو الأساسي دوت ممكن تنتشر لأعضاء تانية في الجسم. ففي بعض الأعضاء ممكن مثلا بعملية جراحية بسيطة نشيل الخلايا السرطانية، لكن مثلا لو انتشر في أعضاء تانية ما ينفعش إن إحنا نشيلها لأنها مهمة، ما ينفعش الجسم يعيش من غيرها. فيعني فعلا كل ما كان بدري كل ما كان أحسن. في نقطة كمان مهمة يعني أنا بس برضو يعني حابة نتكلم فيها. مش بالضرورة إن إحنا عشان اكتشفنا إن حد عنده سرطان إن إحنا لازم نتدخل. يعني في بعض أنواع السرطانات مثلا زي سرطانات البروستاتا مثلا لو كانت في سن معين بيبقى حتى لو احنا اكتشفنا
مش بالضرورة بنتدخل إن إحنا بنعالج أو بنعمل عملية. ساعات بيبقى النتيجة الدكاترة كمان بيرشحوها إن إحنا نتابع الوضع، نشوف مثلا كمان سنة كمان سنتين الأخبار. يمكن يكون في بعض أنواع السرطانات بيبقى النمو بتاعها بطيء أو فرصة انتشارها لأماكن تانية في الجسم قليلة ضعيفة، بس مهم إن إحنا نتابع كإجراء وقائي علشان نلحق نتدخل وقت لما الموضوع يخرج عن السيطرة. بالظبط، فعلا كنت لسه هتكلم على سرطان البروستاتا وسرطان الثدي كمثالين للموضوع ده. يعني دول لو اكتشفوا بدري، فرصة ان الواحد يعيش يعني 5 سنين بعد التشخيص بتبقى 98% لسرطان الثدي و100% لسرطان البروستاتا. موضوع فرصة الواحد يعيش 5 سنين دي هي الحاجة المقياس اللي العلماء كتير بيستخدموها عشان يشوفوا قد ايه المرض ده يعني مميت، او ان هو فعلا مرض عنيف او كده. يعني في انواع سرطانات يعني ربنا يعافينا، هي من ساعة التشخيص خلاص يعني بيكون في خلال شهور صغيرة بتكون خلاص هي ممكن تسبب الوفاة. لكن فعلا فكرة ان الواحد يعني يكتشف بدري دي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، مش حاجة تخوف ان الواحد يروح يدور على حاجة حتى وهو لسه ما فيش اعراض. لانه ده ممكن يساعد ان هو كل حاجة بعد كده تبقى احسن، وما يحتاجش يعمل الحاجات اللي هي الناس خايفة منها او خايفة ان هي تتعرض ليها، زي علاج مثلا عنيف أو أي حاجة تانية ممكن تكون مرتبطة في ذهن الناس مع كلمة مرض السرطان. أتمنى إن إحنا نكون يعني قدرنا نوصل الفكرة ونقنع الناس اللي بيسمعونا إن دي فعلا الكشف المبكر ده فعلا إجراء وقائي إحنا كلنا محتاجين نعمله. بس هو تحديدا في فئات عمرية، المراكز الطبية والهيئات العلمية بترشح الناس إن هم يتبعوا القواعد الإرشادية بتاعتهم للكشف المبكر عن الأورام. ممكن يا رضوى كده تمشي معانا واحدة واحدة كده وتقول لنا مثلا بعض أمثلة للأورام اللي إحنا ممكن نكشف عنها بشكل مبكر؟ فعلا هو زي ما كنت بقول في الأول إن في ناس ممكن تستخدم تحليل خارج الحاجة اللي هو يعني معمول عشانها. فعشان كده احنا بنتبع القواعد الإرشادية اللي هي رضوى بتتكلم عليها. ليه؟ لأن هم ساعة ما عملوا التحليل ده هم فعلا العلماء درسوا مع عدد كبير من الحالات إن التحليل ده فعلا لو الواحد عمله ومشي على النتيجة دي معناها كذا، لكن النتيجة التانية معناها كذا. ده فعلا ممكن ينفع المريض أو يساعد المريض. لكن في تحاليل تانية يعني في أنواع سرطانات ما تعملهاش التحاليل دي، فعشان كده ما فيش قواعد إرشادية بتقول إن احنا نعمل ليها أي فحص أو أي تحليل. فبالتالي الأنواع اللي هي في فعلا قواعد إرشادية بتقول إن احنا ممكن نعملها فحص هي سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة لبعض الناس، يعني بعض أنواع من الحالات، الناس اللي هم مثلا كانوا بيدخنوا أو هم بيدخنوا حاليا في فئة عمرية معينة، وسرطان القولون. فإحنا ممكن ناخدهم واحد واحد يعني نتكلم عليهم بسرعة. مثلا سرطان الثدي، كلنا عارفين موضوع الماموجرام أو تصوير الثدي الشعاعي، وده المفروض إن هو يعني الستات فوق ما بين سن 50 ل 74، بس مؤخرا الرقم ده اتغير لأي واحدة فوق ال40 سنة المفروض إن هي تروح تعمل تصوير الثدي الشعاعي ده مرة كل سنتين. للأسف يعني نسبة الناس في مصر اللي بتروح حاجة زي كده بتهيألي إنها قليلة جدا يا رضوى، مش كده؟ للأسف هو فعلا يعني زي ما احنا كنا بنقول في الأول، ناس كتيرة بتقول طب أنا هروح أعمل ليه ماموجرام، يعني أعرض نفسي للاختبار دوت طالما حد مش بيشتكي أو ما عندوش مشاكل. بس بالعكس، ده هو الكشف ده بيبص على النسيج بتاع الثدي ويشوف لو في بعض التكيسات أو التكتلات اللي مش المفروض تبقى موجودة. وهو مش حاجة مش بتوجع خالص، مش بتعرض الجسم لجرعة كبيرة من الإشعاع خالص، ده بتبقى جرعة بسيطة جدا. فهو يمكن أكتر حاجز نفسي من إن هو حاجز مثلا بسبب ألم أو كده. لكنه مهم جدا يعني. وشركات التأمين الصحي من التكلفة بتاعة الإجراء دوت هم بيشيلوها وبيغطوها، لأن هم عارفين إن الأبحاث العلمية دلوقتي وجدت إن فعلا الإجراء دوت بيحسن من نسب الوفيات لا قدر الله لو حد كان مصاب بسرطان الثدي.
وهو لو ما كانش يعني فعلا بيحسن، او لو كان يعني الناس دايما بيبقى عندها مخاوف موجوده في ذهنها، بس هم العلماء فكروا فيها. يعني في ناس مثلا تقول لنفسها طيب انا يعني لو انا عرفت هعمل ايه؟ طب انا لو عرفت ما هو كده هقعد اتعالج او هتعب او هعمل حاجه مش عايزه اعملها. بس هو بالعكس، يعني هم العلماء فكروا في الحاجه دي، وعارفين انه لو حد طلع ايجابي مثلا، او في حاجه يعني مشتبه فيها في الاختبار ده او التصوير ده، المفروض ان هو ده بعد كده بيحسن فرص الاستجابة للعلاج، وان الشخص ده مش هيتبهدل ومش هيتعب يعني. لكن لو اتأخر ممكن بالعكس هو اللي يبقى فيها مشكلة. لكن بالعكس في انواع تانية من السرطانات ما فيهاش اختبار زي كده، بسبب ان هو فعلا ينطبق عليه بقى المخاوف دي، ان هو يعني ممكن لو اتعمل التحليل وعرفنا مثلا حاجة معينة، يبقى موجودة مثلا عند الحد اللي عنده المرض أو حد تاني ما عندوش المرض، فبالتالي يبقى فيه شك كبير، وحد يتعرض لحاجة مش يعني هو ما كانش محتاجها، أو يتعرض لعلاج ما كانش محتاجه. فعشان كده احنا بنمشي على القواعد الإرشادية اللي هي طلعتها منظمات زي مثلا المركز الأمريكي للوقاية والسيطرة على الأمراض اللي هو CDC، أو مثلا ال NHS في بريطانيا اللي هي زي وزارة الصحة. ففي الآخر ده بيخلينا إن إحنا مش بنعمل حاجة نكون عندنا بقى وسوسة، أو إن إحنا بندور على حاجة ملهاش لازمة. اللي إحنا نستخدم الاختبارات في الحاجة اللي هي فعلا معمولة ليها أو مصممة ليها. طب رضوى، ممكن تكلمينا بقى على سرطان القولون؟ اه، هو سرطان القولون برضو من الاربع انواع من السرطانات اللي رضوى اتكلمت عليهم دلوقتي، اللي ليهم قواعد ارشاديه علشان نكشف عنهم مبكرا. فتحديدا سرطان القولون، العلماء والدكاتره بيرشحوا الناس اللي ما بين سن 45 سنه ل 75 سنه ان هم يعملوا حاجه من اتنين: يا اما يعملوا من منظار اسمه كولونوسكوبي مره كل 15 سنين. هو ده إجراء رخم شوية، مش بالضرورة بيوجع. هو الشخص بيجي بيتخدر وبالمنظار بيبصوا في القولون علشان يشوفوا لو في أي نتوءات أو بروزات، ولو لقوا حاجة لا قدر الله بياخدوا عينة منه يكشفوا عنها في المعمل، يشوفوا لو هي خلايا سرطانية ولا لأ. أو الأوبشن التاني اللي مؤخرا يمكن الناس أكتر بتفضله، إن يبقى في تحليل براز. التحليل البراز دوت بيشوفوا فيه مثلا وجود دم بنسب ضعيفة جدا، طبعا صعب ان احنا بعينينا نشوفه، لكن بيكشفوا عن وجود دم او بيكشفوا عن وجود احماض نووية بصورة معينة يعني بترشح ان يمكن يكون في سرطان في القولون. بس طبعا التحليل بتاع البراز ده تحليل مبدئي، لو كانت النتيجة بتاعته إيجابية لازم في الآخر الدكاترة هيرشحوا إن هم يعملوا منظار علشان يتأكدوا من النتيجة يعني. فهو الكشف المبكر الاختبارات بتاعته اختبارات مبدئية علشان يا إما نطمن يا إما نقرر إن إيه هندعبس أكتر شوية ولا إيه. بالظبط. ولقوا يعني في دول كتير يعني خلت انه بيبعتوا لكل الناس اللي سنها في العمر، المرحله العمريه اللي قلت عليها، يبعتوا لهم تحليل يعملوه في البيت، لانه ده بيحسن فعلا من فرص كشف مبكر لمرض زي كده. لو انه قلل جدا الوفيات بسبب سرطان القولون. يعني في دول كتير ما بقاش في ناس كتير بتموت فيها بسبب سرطان القولون، بسبب الاختبارات دي اللي بيبعتوها للناس كلها في مرحله عمريه معينه. فده من أحد قصص النجاح يعني في الكشف المبكر. ومن أحد بقى القصص اللي فعلا يعني مميزة جدا، يعني قصة سرطان عنق الرحم. وده موضوع يعني زي ما رضوى قالت، لأنه أنا اشتغلت فيه في الدكتوراه، فعشان كده بحاول إن أنا أوعي الناس بحاجة زي كده، لأنه في الدول المتقدمة كلها قلت فيها نسبة الوفيات بسبب سرطان عنق الرحم بنسبة 70%. يعني 70% ده رقم كبير جدا. يعني دلوقتي تقريبا ما بقاش عندهم حد بيموت بسرطان عنق الرحم، او ان حتى يعني حد يكتشف ان عنده سرطان عنق الرحم بسبب اختبار بيعملوه. هو مسحة اسمها باب، مسحة باب سمير. المسحة دي بتتاخد من سرطان عنق الرحم، بيبصوا عليها تحت الميكروسكوب وبيشوفوا لو في اي حاجة مشتبه فيها، ممكن انها بتتكحت وبتتشال على طول وخلاص الست دي مش بيجيلها سرطان. لانه من ساعة بداية الإصابة بالفيروس اللي بيعمل سرطان عنق الرحم لغاية ما يظهر سرطان عنق الرحم بياخد مدة طويلة جدا، فعندنا فترة كبيرة نقدر نكتشف فيها المرض ده. بس رغم كده ناس كتير مش حابة إنها تروح تعمل فحص زي كده.
فده اللي بيسبب الوفاة. يعني الوفاة مش بتحصل بسبب ان احنا ما تقدمناش كفاية او ان احنا مش عارفين نحل المشكلة، لا، المشكلة بتحصل بسبب الناس مش عايزة تروح، او ان هي ما عندهاش وعي انها تروح، او ما عندهاش امكانية انها تعمل كشف زي كده. فالنتيجة في الاخر انه يعني معظم الحالات الوفاة بسرطان عنق الرحم بتحصل في الدول النامية للأسف، لأن الدول المتقدمة خلاص بقوا بشكل روتيني وبشكل نظامي كل الناس بتروح تعمل الكشف المبكر أو الفحص ده، وما تحتاجش خالص إنها تقلق خالص من سرطان عنق الرحم. صحيح. وكمان في حاجة مهمة بالذات في موضوع سرطان عنق الرحم، إن الفيروس اللي ممكن يسبب السرطان دوت ليه تطعيم. بتبقى جرعة، هما 3 جرعات بيتاخدوا علشان يحصنوا الشخص ويحفزوا جهاز المناعة إنه يهاجم الفيروس ده لو شافه. لكن يعني الحمد لله يمكن في مصر وكتير من الدول العربية هو الفيروس ده مش منتشر بسبب السلوكيات اللي احنا بنتبعها. فأعتقد هي طبعا مشكلة بتبقى كبيرة في الدول الأوروبية ويمكن في أمريكا وكده. لكن طالما في تطعيم والتطعيم آمن وفعال، ليه ما ناخدوش ونحمي نفسنا؟ بالظبط، يعني إن إحنا لو متاح لينا إن إحنا ناخد التطعيم ناخده، متاح لينا إن إحنا نعمل الاختبارات، ليه ما نعملهاش؟ يعني كل واحد في المكان اللي هو فيه يقدر يشوف إيه الحاجات المتاحة ليه من الحاجات اللي إحنا قلناها. ولو هو فعلا في الفئة العمرية المفروض إن هي تعمل الاختبارات دي، ليه ما يعملهاش؟ ليه يعني الصحة دي نعمة كبيرة قوي، الواحد لو يقدر يعمل أي حاجة عشان يساعد نفسه ليه ما يعملهاش ويهتم بصحته يعني في حاجة زي كده. صح صح. انا حتى باخدها من منظور ديني، ان ربنا هيسالنا احنا صحتنا دي اهتمينا بيها ازاي، وهل فرطنا فيها فعلا ولا كنا حريصين ان احنا نحمي نفسنا ونهتم بجسمنا يعني. والحمد لله احنا عايشين في عصر الحاجات كتير متوفره حوالينا. انا حاسه انه يعني لازم يعني نستغل الفرص اللي يمكن اجدادنا وابائنا ما كانتش موجوده عندهم، بس هي متاحه وموجوده دلوقتي فعلا. بالظبط. رضوى، انت هتكلمينا بقى على المسح او التحاليل اللي ليها علاقة بالدي ان ايه والمواد الوراثية. انا في النقطه ديت كنت عايزه اقول ان كتير من القواعد الارشاديه والتوصيات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، ان مثلا حد يعمل اختبار مره كل مثلا 5 سنين، مره كل 10 سنين. القواعد الارشاديه والتوصيات ديت مهم ان احنا نفرق فيها ما بين الناس اللي عندهم في العيله ناس، سواء مثلا اب وام، جد او جده، عم خال، ناس جالهم سرطانات، وما بين الاشخاص اللي في العيله ما فيش عندهم فاميلي هيستوري او تاريخ ان حد من العيله عنده سرطان. ليه محتاجين نفرق ما بين الناس دولت؟ لان بعض انواع السرطانات من ضمن الاسباب الرئيسيه، طبعا مش هو السبب الوحيد، بس من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي عشانها السرطان تكون في الجسم، بعض الجينات اللي فيها خلل اللي الشخص ورثها من الاب والام. فلو الجين ده اوريدي في طفل اتولد او طفله اتولدت عندهم الخلل الوراثي ده، بيبقى نسبة الإصابة بالسرطان أعلى من الشخص العادي اللي ورث جين كويس ما فيهوش خلل. ففي بعض العائلات بيبقى علشان هم عارفين إن ناس كتيرة في العيلة بيجي لهم سرطانات، بيقرروا إن هم يعملوا حاجة اسمها فحص جيني. هي عينة بسيطة بتتاخد من الدم أو حتى ممكن من البق كده، زي مسحة بتتاخد. بيكشفوا فيها عن الجينات اللي عادة لما بيحصل فيها خلل ممكن تسبب سرطان. بصراحة الموضوع دوت أنا بفكر فيه كتير. الحمد لله إحنا مفيش عندنا في العيلة التاريخ، بس بفكر فيه كتير من وجهة نظر الشخص يعني. تفتكري يا رضوى، لو يعني ربنا ما يحكمش على أي حد مننا، بس لو إحنا اتحطينا في الموقف ده، هتحبي إنك تعملي الفحص الجيني ولا لأ؟ هو فعلا الفحص الجيني ده عشان هو مش من الحاجات اللي هي يعني الأربع حاجات اللي احنا قلنا عليها أو الحاجات اللي هي أجمع عليها مثلا وزارات الصحة في دول معينة أو مراكز يعني الوقاية من الأمراض. فهي بترجع لاختيار الشخص. هو فعلا موضوع محير. يعني في ناس بتقول لو واحد عرف هو مش بس هيأثر عليه، هو لازم هتلاقي بقى أخوه يعرف، ممكن أخوه مش عايز يعرف إن عندهم حاجة مثلا في العيلة، او ممكن ابن اخوه او الاجيال لسه ما جاتش كمان هتعرف حاجه زي كده، وهي ممكن تكون مش عايزه تعرف لانه ما فيش حاجه ممكن تقدر تعملها. فالموضوع يعني اعتقد ان في فروقات كبيره قوي ما بين الناس. يعني انا اعرف قريت يعني عن واحده او ناس كتير عملت حاجه زي كده، ان هي بتعمل الاختبار ده كده، تكتشف مثلا ان هي عندها الجين، فتبدأ مثلا تعمل استئصال للثديين وهي لسه صغيرة في السن، بتقول عشان بعد كده ما يجيلهاش سرطان الثدي، لان هي بنسبة مثلا 99% هيجيلها. يعني هي عارفة ان هي لازم هيجيلها بنسبة كبيرة بسبب الجين اللي عندها.
فهل الناس هتحب تعمل حاجة زي كده؟ أعتقد إن ده اللي ممكن بقى يبدأ يدخل فيه فروقات فردية، أو إن الواحد يحس إن لا، طب أنا ليه أفتح على نفسي حاجة زي كده. كمان لازم إن هو بقى ما يجي ياخد قرار زي كده مش هياخده لنفسه بس، لازم يسأل العيلة هل عندكم استعداد إن أنا أعمل اختبار زي كده لنفسي، وأنتوا ممكن تعرفوا حاجة أنتوا مش عايزين تعرفوها. ساعتها ممكن يكون حد في عيلته يقول له يعني عايز تعمل ده لنفسك اعمله، بس ما تعرفنيش مثلا نتائج، انا مش عايزه اعرف العيله فيها ايه، او مش عايزه اعرف الجينات بتاعتي فيها ايه. فاعتقد الموضوع فيه اسئله كتير، يعني بيدخل فيها بقى اعتقادات الناس وتفضيلاتهم، وبيحبوا ايه او مش مستريحين لايه. أنا وجهة نظري في الموضوع دوت زي ما المثل الإنجليزي بيقول knowledge is power، المعرفة قوة. يعني أنا يعني حاسة إن أحسن من شخص يعرف، لأن ممكن تكون في إجراءات أو خطوات الإنسان يقدر يعملها النهاردة، أو يمكن كمان 10 سنين يقدر يعملها، العلم لسه ما توصلهاش، تحاول تحسن من الفرص. مثلا لا قدر الله ان شخص مثلا يجيله سرطان، يعني مثلا لو حد عرف ان عنده الخلل الجيني، ممكن يقرر يعمل كشف بصفة دورية أكتر. يعني مثلا هم بعض التوصيات اللي احنا اتكلمنا عليها كنا بنقول الاختبار يتعمل مرة مثلا كل 5 سنين. ممكن شخص زي كده يقرر لا، أنا هعمل مرة كل سنة، أو هعمل هتابع مع دكتور علشان عارف إن نسب الإصابة غالبا هتبقى أعلى في الأفراد اللي عندهم خلل جيني. وفي حاجة كمان، مرة كنت بتكلم مع شخص يعني كان عنده الخلل الجيني دوت، وقال لي على نقطة ما كنتش بفكر فيها قوي ساعتها، إن هو ساعتها كان لسه ما خلفش. كان بيحكي إن هو مش عايز ولاده يورثوا منه النسخة اللي فيها خلل من الجين دوت. قرر ان هو ومراته لما يقرروا يعني يبقوا عايزين يخلفوا، ان هم هيعملوا اطفال انابيب IVF. في اطفال الانابيب في بعض المعامل يقدر الزوج والزوجة يقولوا إن إحنا عايزين طفل ما يبقاش عنده الخلل الجيني دوت. طبعا الموضوع ده عليه جدال يعني أخلاقي، هل إحنا ممكن نفصل الطفل اللي هنولده؟ يعني دلوقتي هو ممنوع في معظم دول العالم، لكن في بعض الجينات زي الجينات اللي معروف إن هي بتسبب للسرطان مسموح في دول زي أمريكا وأوروبا إن الزوج والزوجة يشوفوا الطفل اللي اتكون في الأنابيب إن ما يبقاش عنده الخلل الوراثي دوت. حاجة فعلا تستدعي التفكير، يعني كل واحد يشوف هل هو حابب يعمل حاجة زي كده أو يعمل اختبار زي كده ولا لأ. بس هو فعلا زي ما قلتي، أنا معاكي في فكرة إن الواحد لما يعرف ده بيديله قوة، بغض مم. النظر إيه المتاح ليه دلوقتي، ممكن يبقى متاح ليه قدام شوية حاجة أحسن. ومش شرط إن إحنا، ده بيعتمد على الشخص نفسه. في ناس يعني هي حاجات زي كده كلها بتجيب لها تشاؤم او بتضايقها نفسيا، بس في ناس كتير بالعكس بتحس ان هي بتبص للحاجة الكويسة. انا اكتشفت بدري، انا عرفت قبل ما يحصل مشكلة، انا عرفت اخد اجراءات، انا عرفت افكر في حياتي بطريقة احسن او اخطط لها احسن. أعتقد في فروقات فردية كبيرة ما بين الناس. بس بمناسبة بقى الاختبارات اللي هي ممكن الواحد يعملها في الدم أو حاجة زي كده، ممكن يا رضوى تكلمينا عن فكرة الليكويد بايوبسي، أو فكرة إن الاختبارات اللي هي ممكن تتعمل في الدم، اللي هي لسه مش ما طلعتش يعني رسمي للعالم، بس هي يعني احنا ممكن نبدأ نشوف حاجات زي كده قريب يعني في السوق أو في الاختبارات. هو حاليا في فعلا توجه عام من كتير من شركات ومعامل ان هم يعملوا اختبارات من الدم، زي ما رضوى قالت ليكويد بايوبسي، اختبار من الدم للفحص المبكر عن الاورام، باستخدام عينات احنا بندور فيها على وجود دلائل للسرطانات، سواء مثلا ان الحمض النووي بشكل معين او ليه طول معين. بس زي ما قلنا هي دي الاختبارات دي في مراحل، مش هقول أولية، هي دلوقتي بتختبر في clinical trials أو تجارب سريرية. في تحديدا شركة عملت من سنة تجربة سريرية كبيرة مع ناس في إنجلترا. يعني مثلا هم قرروا إن هم يعملوا التحليل دوت على 6000 شخص، ولقوا إن من ال 6000 شخص تقريبا 1% منهم هم كشفوا باستخدام تحليل الدم عن وجود ورم فعلا عندهم، رغم ان الناس دول ما كانوش يعرفوا ان هم عندهم اورام. واللطيف في الموضوع ان الاختبارات اللي دلوقتي يعني الشركات بتشتغل عليها مش بس بتقول هل في ورم ولا لا، لا كمان دي بتقول ايه نوع الورم الارجح يعني اللي موجود، لان عشان ده هيساعد برضو الدكاترة لما يلاقوا النتيجة، ان هم بدل ما التحليل يقول بس في ورم والدكتور بقى
تضطر او الدكتوره تضطر ان هي تدور بقى في الجسم كله يا ترى الورم موجود فين، لما التحليل كمان يقول لا ده الارجح ان الورم مثلا ورم ثدي او ورم سرطان في عنق الرحم، فيبقى اسهل ان الدكاتره يكشفوا عليه على طول. فدي حاجات احنا يعني العلماء شغالين عليها. اتوقع يعني خلال 3 4 سنين الجايين هتبقى الاختبارات دي متاحه للناس اللي عايزين، للجمهور، يعني مش لازم يبقى حد مشترك في احدى التجارب السريريه دي، لكن اعتقد هتبقى متاحه للجمهور قريب قوي. حاجة فعلا جميلة جدا يا رضوى. يعني أنا كنت بفكر في الاختبارات دي إزاي هي بتدور على إيه بالظبط. هي بتدور على يعني كمية صغيرة جدا 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 من حمض نووي بيطلعوا الورم للدم. فهو إحنا من مثلا يعني فترة من 30 سنة ولا 20 سنة ما كانش عندنا أصلا أي تكنولوجيا تخلينا إن إحنا نقدر نكتشف الكمية الضئيلة جدا جدا من الحمض النووي اللي بيطلعه الأعضاء أو بيطلعوا السرطان. لكن دلوقتي بقى عندنا تكنولوجيا إن إحنا نقدر نكتشف حاجة زي كده، ونقدر نحللها، ونقدر تقول لنا بيانات كتير جدا عن الورم السرطاني قبل ما يبدأ يسبب أي أعراض أو قبل ما يبدأ يعمل مشكلة كبيرة. فأعتقد إن دي من الحاجات اللي الناس كتير مش بتسمع عنها في كل يوم. الناس دايما رابطة في دماغها كلمة سرطان عن إن هي حكم إعدام، أو إن الشخص ده خلاص كده ما عندوش أي فرصة في أي حاجة. وبالعكس في تقدم كل يوم، وفي حاجات جديدة بتكتشف كل يوم، وفي أنواع سرطان الناس أصلا كان زمان بتموت منها دلوقتي الحمد لله ما حدش بيموت منها. كان زمان الناس بتاخد إجراءات قوية جدا فيها، دلوقتي مش بتحتاج تاخد إجراءات قوية جدا فيها. مع الوقت في تقدم. هو صحيح ما حدش طلع في يوم. أعتقد ناس كتير مستنية فكرة إن واحد يطلع في يوم الصبح يقول أنا اكتشفت دواء معين بيعالج كل السرطانات اللي في الدنيا. بس هو الموضوع ما هوش بالشكل ده. هي الفكرة في إيه نوع السرطان وإيه إيه طريقة العلاج ليه، وفي فروقات كتير ما بين الأنواع. فعلى حسب الفروقات دي احنا فعلا في تقدم كبير في تقريبا كل انواع السرطانات. الحمد لله، مش كده يا رضوى؟ اه الحمد لله، فعلا بحمد ربنا ان احنا عايشين في العصر دوت دلوقتي. العلم يعني فعلا عمال سنة ورا سنة لما بنروح المؤتمرات العلمية وبنشوف النتائج اللي توصل لها المعامل في الجامعات والشركات. الواحد فعلا بيحمد ربنا يعني ان احنا عايشين في العصر ده حقيقي. وواجبنا بقى ودورنا احنا ان احنا نستفيد من التقدم دوت، يعني ما نبقاش احنا قاعدين والعالم ماشي واحنا قاعدين واقفين مكاننا، لا لازم نمشي نسير مع الركب التطور يعني زي ما بيقولوا كده. فلو نلخص كده الكلام اللي احنا قلناه النهارده، احنا كنا بنتكلم عن الكشف المبكر عن الاورام، وازاي ان دي حاجه مهمه، اجراء مهم جدا وقائي علشان نحافظ على صحتنا وسلامتنا. وحتى لو الشخص ما عندوش اعراض، بالذات في فئات عمريه معينه زي ما اتكلمنا، مهم ان احنا نكشف بصفه دوريه عن بعض الاورام ديت علشان نلحقها في وقت مبكر. بتزود من فرص في بعض الاحيان الشفاء التام من الورم، او بتقلل من فرصه ان الورم دوت ينتشر في الجسم ويضرب اعضاء تانية. يمكن يكون صعب ساعتها ان احنا نتدخل، او متاخر ان احنا نتدخل. اتكلمنا عن التوجه العام الجديد للكشف عن الأورام باستخدام عينات من الدم، المتوقع إنه قريب جدا هيبقى متاح للجمهور. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. المراجع اللي استخدمناها مكتوبة تحت. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب علشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.